تبدأ إن ليا صديق كلمني تقريبا 5 الفجر، صحاني من النوم. قال لي يا محمد الحقني، أنا عايز أقول لك حاجة سرية جدا، بس يا ريت ما تقولهاش لحد. بس أنا هقولها لكم طبعا بدون إن أنا بعمل منشن لا اسم، بس الموضوع فيه تحذير بشكل كبير. آه إن هو لقي فيديو على موقع وعلى برنامج خاص بالدردشة والشات. ليه فيديو للمدام الخاصة، المدام بتاعته مراته يعني. الفيديو ده كان فيديو رقص. تمام. آه طبعا هو مستاء جدا ومخضوض ويعني حالته كانت ما يعلم بها الا ربنا. بعد ما هديته، الموضوع طبعا كان هيوصل للطلاق. فقلت له يعني انت واثق في مراتك وبتاع، اسالها الفيديو ده ازاي وصل على الموقع ده، ازاي يوصل حاجه زي كده. ولما اتكلمنا شويه اكتشفنا ان هي كانت بعتها له الفيديو ده عن طريق ابلكيشن معين، ليه هو. تمام. وعدى عليه 6 شهور. قلت له ادخل على الواتساب عندك في الهيستوري، المفروض ان هي بعتته لك. دخل فعلا هي بعتته له. اما قعدت ابحث في الموضوع اكتشفنا كالاتي: اي فيديو، خصوصا البنات، فيديو او فوتو او صوره بتنزليها على موبايلك مش بتتمسح. بمعنى يعني ازاي لو انت ليكي فيديو رقص او ليكي فيديو خاص ببيتك او ليكي فيديو مثلا هزار او فيديو انتوا قاعدين راحتكم ترقصوا، بتبعتي فيديو لجوزك، بتبعتي فيديو لواحده صاحبتك، بتبعتي صوره، ازاي الفيديوهات دي فيما بعد ممكن تكتشف في وقت من الاوقات ان هي انتقلت يا اما البرامج اللي هي موجود فيها شات، او موجود فيها دردشه، وطلع فيديو بتاعك طلع كأذا برومو او اذا اعلان، او ممكن تنتشر بعد كده على مواقع يعني مواقع الاباحيه. ازاي ده الموضوع بيوصل؟ الموضوع ده بيوصل بحاجتين. الحاجه الاولانيه ان في ناس كتير بتنزل برامج على الموبايل بتاعها، طبعا لها باعا كثيرا على الابل ستور بالنسبه للسامسونج برضو. برامج زي مثلا الكام مثلا، بيوتي، الكاميرات اللي هي مثلا بتخلي شكلك جميل وبتحط لك مش عارف ايه وبتظبط لك الميك اب، بحيث ان انت مثلا ما تيجي تبعتي صوره لحد او فيديو لحد بتظبطيه او بتبعتيه. البرامج اللي شبه كده، برامج الشات الغير معروفه. تمام. اغلب البرامج دلوقتي بتيجي تنزل، يعني بتطلب منك اكسس على الكاميرا، اكسس على الكونتاكت بتاعتك، اكسس على الميكروفون، اكسس لحاجات كتير. طب انا مثلا لو انا مثلا بنزل برنامج، لو انت خبير في الموبايلات او مش محتاج خبره، ممكن تدخل على السيتنج تشوف كل برنامج واخد اكسس ايه بالظبط. لو انت مش هتقدر تحل المشكله دي، خلي حد يساعدك فيها، ما عرفتش تحلها، برنامج عندك على الموبايل، امسحه ونزله من جديد. وهو بينزله من جديد ابدا بقى يقول لك انا محتاج اكسس على المايك، ما تديلوش، قول له نوت الاو، غير مسموح. انا عايز على الكاميرا، اقول نوت الاو. عايز على مش عارف على الاسماء، على الكونتاكتس، نوت الاو. حاول كمان تحجم البرامج اللي انت بتنزلها. لو انت مثلا بتستخدم، لو انت مثلا بتكلمي جوزك في بلد تانية، هو برنامج او اتنين استقر عليهم، مش نازل 5 6 برامج. البرامج التجميل بتاع الوش والحاجات دي، لو انت تستخدمي برنامج استخدمي اكس حاجه واحده، او خصوصا ويا حبذا ما تستخدمهاش. بعد فتره، من ضمن الحاجات التحذيريه، بعد فتره لو انت بتنزلي فيديوهات او بتصوري نفسك في البيت فيديوهات وصور وحاجات زي كده، الحاجات دي من وقت للتاني ويكلي او يومي تاخديها قط وتحطيها على هارد خارجي اكسترنالي، مش بيوصل على الانترنت. يا جماعه انا بتكلم وبحذر لان انا شفت حاجات كتير زي كده، فيديوهات الحريم والستات بقت بتوصل لمواقع اباحيه. انا حاولت الخص الموضوع سريعا، واتمنى انه يكون مفيد ليكم، واتمنى ان كل واحد اللي يشوف الفيديو ده يشيره. لو انت عندك زوجتك بتستخدم الحاجات دي او ما عندهاش النولج للحاجات دي وما عندهاش المعرفه، ابدا اقول لها. لو انت حاولي تقولي لبنتك، وان شاء الله ربنا يحفظ حريمنا ويحفظ اولادنا. واشوفكم على خير. السلام عليكم.